اجيو سمعوا ليا لهاد القصه اللي غادي تكون بعنوان شريت راجلي بفلوسي ودرت ليه اكبر شمس العشيه. كتقول منات القصه: 4 سنين هي عمر علاقتي براجلي قبل الزواج. كانت بيناتنا واحد العلاقه كيتضرب بها المثال. كان كيموت عليا، معاملته ليا بحال شي طفل. بديت معاه من تحت الصفر. انا اللي كنت كنخلص عليه فاش كنا كنخرجوا، لان والديا كانوا موظفين بجوج وكانوا دايرين ليا مصروف ديال الاسبوع. المهم نهار توظف دازت 6 شهور، جا للدار تخطبنا. انا كان مازال ليا عام باش نتخرج. داز العام، خديت الدبلوم ديالي، درنا العرس. هو ترسم في العمل ديالو ومسك عليه الله. داز العام الاول ديال الزواج بحال شي حلم. من بعد توظفت في القطاع البنكي. الحمد لله نهار توظفت قالت لي الوالده الله يطول ليا في عمرها: شوف يا بنتي، تهلاي في راجلك وفي دارك وفي وليداتك ونوي الخير في زواجك، ولكن يا بنتي ديري صريرتك تحت منك، وراجلك عمرو يعرف شنو عندك. درت بكلام ميمتي، درت حساب في كل شهر او في شحال كنحط فيه. دوزت 11 عام ديال الزواج في حب وسعاده. رزقنا الله فيها 2 وليدات. دخلنا في العام 12 ديال الزواج ديالنا. السيد بدا كيتبدل في كل شيء، لا في المصروف لا في التعامل معايا انا لا مع ولادو. عرفت بان في حياته وحده اخرى. تبعته وشفته بعينيا معاه، واحد الضحك والتعناق وش لا ميتقال. صعيب المرأة تشوف راجلها في هذا الموقف. بكيت، ندبت، تفكرت نهار كان مكحط، فكرت في ولادي. كنت غادي ندير ليه الشوهه، ولكن سولت راسي: هانا شوهته ومن بعد؟ المهم تحملت السفود اللي ترشق ليا في قلبي. دخلت لداري، كنبكي. كانت عندي واحد المساعده كتجي في الصباح وكتمشي في العشيه، كانت بمثابه فرد من العائله، لان هاد السيده كانت معايا انا في دار الوالدين قبل ما نتزوج به. شفتني في هذيك الحاله قالت لي: مالك؟ قلت لها: غير مع مول الدار. هي عاش معايا التحول في علاقتنا. قالت لي: يا بنتي وياك تفرطي في دارك وراجلك، الا فرطتي فيهم راك فرطتي في وليداتك. دخلت لبيتي كنفكر شنو غادي ندير يا ربي. فكرت مزيان وانا كنتقطع. حلفت ما نخليه ليها. كان خويا يوسف عمره 26 عام، كان بيناتنا واحد التفاهم عجيب. قلت هو اللي غادي زعما يهضر معاه ويقول لي خلي يشملك مجموع مع مراتك ووليداتك. نصاصات الليل، راجلي داخل فرحان، عيني انا حمرين ومنفوخين. ما سولني لا مالي لا والو. انا من جهتي كمتها في قلبي وما قلت ليه والو. الغد ليه اتصلت بالاخ ديالي وفراسي خطه. المحقق كونان وما طيحش عليه. تلاقيت خويا الحبيب، عاودت ليه كل شيء وعطيته الخطه. قلت ليه يشوف لي شي صاحبو ديال قلبه اللي يطيح معاه في العافيه الا احتاجو، ويكون بوغوس. يومين جا عندي الخدمه ومعاه واحد صاحبو طويل ومكلضم وزوين وقافز. عاودت لي على علاقتي براجلي والمشكل اللي عندي معاه، وطلبت منه يتقرب من صديقة راجلي، او بالاحرى عشيقة راجلي. السيد وافق. كريت ليه طوموبيل واعره ودرت معاه 500 درهم مصروف في اليوم، يخسرها ما يخسرهاش شغلو هذاك. وفاش يسالي الفيلم نعطيه 10,000 درهم. السيد فرح. الغد ليه بدات الخطه. تبع راجلي وعرفها فين كتسكن. صدقات البرهوشه مطلقه من بعد 6 شهور ديال الزواج. كانت دوزات 16 فين خدام راجلي مده ديال شهر. المهم تبعها وجابها في الشبكه. نهار الرابع في الدرب ديالهم قال لها: راك عجبتيني، شفت كيفاش حطك باباك على راجلي انا زعما. قلت لكم السيد راه قافز. قالت لي: لا هذاك راه خدام معايا، راه نيت بحال الوالد. البرهوشه بلعات الطعم ولا كيشوفها كل يوم. بطبيعه الحال ما بقاش عندها الوقت لراجلي. راجلي عاد مازال جار وانا كنتفرج. صاحب خويا مع مهلي فيها وديما معاها. قالت لي: وليت كنبغيك. المهم دازت 24 يوم. قلت لي علمها باللي راه غادي تجي تخطبها، وداك الشيء اللي كان. السيده فرحات بصح، وقال لها غادي يجيب خالته وبنتها لان الابوين ديالو ماتوا. قال لها بلا ما تكثر الناس حتى العرس وتعرض على من ما بغات. البرهوشه عجبها الحال وسدات على راجلي. كان غادي يتسطى، اختكم غير كتفرج وساكته.
والله حتى حسيت بواحد الراحه اللي ما تصورش. عيطت لمي ايزا، هي المساعده ديالتنا وبنتها عندها 40 عام. قلت لها باش تمشي تخطب لصاحب خويا حيت مو ميته. وافقت وفركستهم مزيان، شريت الورد، خواتم ب 1900 درهم، السكر، جوج تفصيلات باش نحمر وجه ميزه. ومي ايزا مرا متبته ودات وجابت في الايام، هضرتها موزونه. فاش ام البنت قالت لها بنتنا راها مطلقه، قالت لها الرسول خير، الام راه خداها مطلقه. التصاور ديال الخطبه وصلوا لراجلي وزاد جهل. من بعد اسبوع قلت لصاحب خويا يمشي لعندهم ويجلس معاهم مع امها ويقول لها انت كذبتي عليا، كنتي مصاحبه مع راجل مجوج وبولادو وهضره كثيره. وداكشي اللي كان. مشى لعندهم ودار راسو تقلق وقال لها انا بغيتك في الحلال وانتي بديتي بالكذوب. عيات يومها ما يطلبوا والو، خرج من عندهم وكانت اخر مره غادي يشوفوه فيها. امي ازا فاش سولاتني امتى العرس، قلت لها راه ما تفاهموش، الله يسمح ليا منها. راجلي تبدل ورجع دايها في خدمته وفي دارو وفي ولادو. ما بقيتش كنحن فيه، غرقته بالكريديات، يسالي كريدي يدخل في الاخر. صاحب خويا تزوج دابا وعنده وليد. مره كيقول لخويا واش كاين شي بريكول. دقتي هزاها في قلبي، عمرني نسمح ليه وجامي نقول ليه شنو دات. الا عاودها حتى انا غنعاود نفس السيناريو. شريت راجلي بالفلوس باش نكبر ولادي بخير وما يمرضوش ليا. كنتمنى ما نكونش ظلمت البرهوشه. وكانت هذه هي قصتي. نتمنى تكون عجبتكم القصه ونتلاقاو في قصه اخرى باذن الله.